في حدث عقاري وصف بالأضخم في الكويت، انطلق معرض العقارات الكويتية والدولية بمشاركة 40 شركة عقارية محلية وخليجية ودولية. عرضت مشاريع قدرت قيمتها ب3.5 مليار دولار. المعرض الذي يستمر 4 أيام ويخاطب شريحة المقيمين والوافدين يعكس وجهة استثمار المواطن الكويتي خارج بلاده بنسب مضاعفة للاستثمار المحلي. طبقات العمارات والمجمعات السكنية في الكويت في تزايد مستمر. مشاريع عمرانية في الأفق تصب في خانة التنمية الموعودة، إلا أن الاستثمار في البلاد خجول ويتراوح بين 4 إلى 6% فقط، مقابل زيادة في الاستثمارات الخارجية بين 8 إلى 12%. الاستثمار داخل الكويت أصبح ضعيف جدا، لأن أسعار دولة الكويت الحين ارتفعت ارتفاعات غير طبيعية. أما في الخارج أسعار جيدة واستثماراتها جدا واضحة. ومن رحم هذا الواقع ولدت مشاريع عقارية استثمارية وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، طرحت جنبا إلى جنب تحت سقف معرض العقارات الكويتية والدولية في حدث عقاري وصف بالأضخم في الكويت، وشرع الباب على مصراعيه أمام فرص استثمارية يعتبر الوقت مناسبا لانتهازها محليا وخليجيا ودوليا. السوق العقاري الكويتي سوق ناضج. المستثمر الكويتي عنده اطلاع على معظم الدول العالمية اللي موجود فيها استثمارات. المستثمر الكويتي واعي انه يعرف وين يقط فلوسه وين يشتري. التوجه صاير في الأيام هذه إلى دول محددة. وكي تحافظ السوق الكويتية على ثباتها في عالم العقار وتحذو حذو النشاط العقاري الدولي، فإن الأساس ينطلق من مبدأ فك بعض العراقيل التشريعية. في قرارات بعد نطمح أن تصير بالكويت، لأن في قوانين سمعنا أن المستثمر الأجنبي يشتري، وحد الحين المستثمر الأجنبي في تواقيع من المجالس وكل شيء، بس حد الحين ما أعطوه موافقة. وبغية إنعاش النشاط العقاري والاستثمار في الكويت، يؤكد الخبراء في الشؤون العقارية الحاجة إلى هيئة مركزية تدير السوق الموزع أعمالها حاليا بين وزارات العدل والتجارة والبلدية. سمر شدياق، الجزيرة، الكويت.